رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، بدأها بقوله: نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا ببرنامج نور على الدرب، ونشكر علماءنا الأفاضل وندعو لهم بالتوفيق والسداد في تبصير الأمة المسلمة بأمور دينها ودنياها. نرجو أن يجيب على هذه الأسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. مقدم الأسئلة أبو مؤمن خلف الله علي، مصري يعمل باليمن. أخونا يسأل في سؤاله الأول ويقول: سألني أخ مسلم: أين الله؟ أين الله؟ فقلت له: في السماء. فقال لي: فما رأيك في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر آيات كثيرة. ثم قال: لو زعمنا أن الله في السماء لحددنا جهة معينة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل هذه الأسئلة من الأمور التي نهينا عن السؤال عنها؟ قد أصبت في جوابك، وهذا الجواب الذي أجبت به هو الجواب الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا في السماء في العلو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يسقي الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش في جهة العلو، فوق جميع الخلق عند جميع أهل العلم أهل السنة. قد أجمع أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم على أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن أتباعهم بإحسان، كما أنه موجود في كتاب الله القرآن. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية جاء بها سيدها ليعتقها، فقال لها الرسول: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على الجواب الذي قلته أنت. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وما ذاك إلا لأن إيمانها بأن الله في السماء يدل على إخلاصها لله وتوحيدها لله، وأنه مؤمنة به سبحانه بعلوه فوق جميع خلقه، وبرسوله محمد عليه حيث قالت: أنت رسول الله. أما قوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات، هذا لا ينافي ذلك. الكرسي فوق السماوات، والعرش فوق الكرسي، والله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وتحديد الجهة لا مانع من جهة العلو، لأن الله في العلو، وإنما يشبه بهذا بعض المتكلمين وبعض المبتدعة ويقولون ليس في جهة، وهذا كلام في التفصيل. فإن أرادوا ليس في جهة المخلوقة، وليس في داخل السماوات وليس في داخل الأرض فنحو هذا صحيح. أما إن أرادوا أنه ليس في العلو هذا باطل، وهذا خلافه ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دل عليه إجماع سلف الأمة. فأجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، والجهة التي وفيها جهة العلو وهي ما فوق جميع الخلق. وهذه الأسئلة ليست بدعة ولم ينهى عنها، بل هذه أسئلة مأمور بها يعلمها الناس، كما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ وسأله ابو نصير قال: أين ربنا؟ فأخبره أنه في العلو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في العلو في جهة العلو فوق السماوات فوق العرش فوق جميع الخلق، وليس في الأرض ولا في داخل الأرض ولا في داخل السماوات. ومن قال إن الله في الأرض وأن الله في كل مكان كالجهمية والمعتزلة ونحوهم هو كافر عند أهل السنة والجماعة، لأنه مكذب لله ورسوله في إخبارهما بأنه سبحانه في السماء فوق العرش جل وعلا. فلا بد من الإيمان بأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه في السماء يعني العلو. معنى السماء يعني العلو. فالسماء يطلق على معنيين: أحدهما السماوات المبنية يقال لها سماء، والثاني العلو يقال السماء. فالله سبحانه في العلو في جهة العلو فوق جميع الخلق. وإذا أريد السماء المبنية معناه عليها، في يعني على، في السماء على السماء وفوقها، كما قال الله سبحانه: فسحوا في الأرض
يسير في الأرض يعني عليها فوقها. وكما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فلا منافاة بين قول من قال في السماء على السماء وبين من قال إنه في العلو، لأن السماء المراد به العلو، فالله في العلو فوق السماوات فوق جميع الخلق وفوق العرش سبحانه وتعالى. ومن قال معناه في أعلى يعني أنه فوق السماوات المبنية فوقها، ولا شك أنه فوقها فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فأنت على عقيدة صالحة وأبشر بالخير والحمد لله الذي هداك لذلك، ولا تلتفت إلى أقوال المشبهين والملبسين فإنهم في ضلال، وأنت بحمد الله ومن معك على هذه العقيدة أنتم على الحق في إيمانكم بأن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان جل وعلا، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، وليس في حاجة إلى العرش ولا إلى السماء، بل هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، والسماوات مفتقرة إليه والعرش مفتقر عليه، وهو الذي أقام العرش وهو الذي أقام الكرسي وهو الذي أقام السماوات وهو الذي أمسكها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله الذي أمسك السماوات وأمسك العرش وأمسك هذه المخلوقات، فلولا إمساكه لها وإقامته لها لندك بعضها على بعض، ولكنه جل وعلا هو الذي أقامها وأمسكها حتى يأتي أمر القيامة. إذا جاء يوم القيامة صار لها حال أخرى، فهو سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو العلي فوق جميع خلقه، وصفاته كلها علا وأسماؤه كلها حسنى. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يصفه الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاكم الله خيرا. سماحة